اللهم وسع رزاقنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا واسمع أصواتنا يا رب العالمين. هنعمل ايه؟ هي عليها الكنس والمسح والتنظيف اللي بيجي عندنا تأديب وتهذيب واصلاح. وانا بشوف ياما وانا بحب التأديب والتهذيب والاصلاح. هات لنا يا ولد، هات بنتك يا ولد. بتعمل لامها يا ولاد وبتعمل لاخوها. وعقبال ما نعمل للقلق يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ونتلبس الحلاوه دي يا ام عزه. يا ولاد سلامي. انت هتعمل ايه الحلاوه دي؟ ماشي. انت عينهم ليه يا ام؟ هي لبست السمره ولبست لا دي حلوه جميله والله العظيم. اول لبسه والله جميله حلوه. الله يبارك لك. وعقبال ما تعملي احوالك يا حنان. وعقبال ما تعملي وجعلها ساكنه وبقى يا رب. اللهم امين. ادم السعد امين يا رب. اللهم امين. وجعلها يا محمد يا ابن زاهي يا رب. ادم السعد عليك عليك وتسعدك وتفرحك وما يشمش حد يا رب. ولك يا واد يا حسين. اللهم امين. ونقول يا يوسف ايده يا محمد حسين. ايده يا على ايدي يا مش عارفه الباقي بقى. انت من ضيوفنا وحبايبنا
بيت الشاشوه بتاعتنا ديت. بسم الله ما شاء الله يعني. بقى في الشارع اهو، انا العرض التنازلي همشي بقى الشارع كده. شوفوا التراب، خالتي عندي هنا تراب، الله اكبر حاجه صعبه. فبقى هنعمل ايه؟ هاخد الشارع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات اللي كعب العلبه هي بلاها منها، عشان قبل ما اكمل مسيح السلالم من فوق يبقى انا نظفت ايه. نعم طبعا حبايب قلبي. شوفوا ايه رايكم؟ نمسك الشارع كده، نديك اليوم يا ولاد ان احنا نفرح، ربنا كده يفرحكم دايما. نمسك الشارع كده بالطريقه دي اهي. طبعا بقى حبايب قلبي بعد ما شوفوا مكنسنا الشارع وبنمسح السلم اهو. جوز خالتي جاب الخرطوم وهنرش ميه الشارع اهوت. هنمسك الشارع كله هنرش ميه عشان يطر علينا، لان الجو حار بصراحه. ما هو التراب دوت مخلي الدنيا فوق ايه مردمه. شوفوا لازم الحته تترش ميه عشان التراب ده يكن، لان كل ما التراب موجود ومعلهوش ميه بيمسك البيت من جوه بيخليه كله تراب. وانتوا عارفين بقى دي يومين فرح والمفروض السلالم تبقى نظيفه. ما هو دوت اقل شويه هوا بيقوموا جايين على السلالم مخلينها ايه الحمد لله. شوف هنمسك بقى الشارع كده نمسكه كله لحد بيت جيران هنرشه ميه. شوفوا يا حبايبي براحتك. انا ما كنسش عند بيت الجيران، كان اخر حاجه عندي كنت بكنسها عند بيت شقه خالتي بس. ما شاء الله محمد حسام ربنا يديه العافيه حلف ان هو ايه يعمل عندنا انتوا زي النهارده اللي كان همسح عن السلالم انت كنسي وانا همسح. الشغل مش عيب عشان يقولوا ايه ده واخده محمد ابنها يعمل. الشغل مش عيب ودي فرح، لازم كلنا نكون متعاونين مع بعض ونبقى ايد واحده ونعمل مع بعض. ان ما عملناش وقفنا مين اللي هيجي يقف؟ الغريب هيجي يقف. طبعا هي امي التانيه وكل خالاتي امهاتي برضك، مش خالتي زاهيه بس، كل خالاتي امهاتي. ولازم لما يكون في مناسبه وفي طرقه نبقى ايد واحده وكلنا نقف ايد واحده ونعمل مع بعض ونساعد مع بعض. الايد الواحده ما بتسقفش، لازم الايدين بيسقفوا مع بعض، فلازم نبقى ايد واحده ونبقى مع بعض في الحلو وفي المر. شوفوا عشان التراب اللي رادم الدنيا. شوفوا بقى حبايب قلبي ما شاء الله، ربنا يتمم بخير يا رب ويفرحها ويتم فرحتها على خير. يلا بقى حبايب قلبي بقى نسيب جوز خالتي يرش وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عايز يمسح السلالم مش معنى اهو يعمل في الميه عشان يمسح السلم. مش معنى يز هتمسح السلالم بتاعت مين دي؟ سلام مين يا زون؟ احنا فين؟ انت سهيه مفيش لنا مفيش تكلفه. عندي سهيه مفيش تكلفه. يلا حبايب قلبي ندخلهم جوه. شوفوا بقى حبايب قلبي اهو نمسك الزرع ده بقى نغسله وهنعينه، مش هنحطه على السلم، هنحطه في الجراشات من جوه عشان هرس الاطفال ولغايه ما ينشف. وهرس الاطفال وغير ده كده كمان ما يتقطعش ويجي بعد الفرح تلاقي حاجتها متبهدله. فاحنا هنغسله وننضفه وهنرويه كمان، هنسقيه ميه. شوفوا ساعه ما تغسل بقى شكله حلو ازاي. هنشيله بقى من على السلم هنحطه في الجراشات من جوه، هنرصه في الجراشات بس هنسيبه يصفوا ميته الاول بره علشان ما يعكش الدنيا تاني. هنمسك بقى الورد ده كله بقى اللي خالتي كانت حاطاه على السلالم، هو عامل ما شاء الله منظر حلو، بس عشان خاطر الاطفال بتاعتنا واللي جاي واللي داخل ما يخسرهاش، لان العيال طبعا يعني ما فيش عليها حرج، يعني عيال صغيره هتقطعها وتبهدلها يبقى الشجره باظت والحاجه باظت. فاحنا هناخدهم نحافظ عليهم. هنوديهم فين؟ هنوديهم في قلب الايه الجراشات من جوه لغايه ما طريقه خالتي تعدي، وبعد كده نرجع كل حاجه زي ما كانت، واللي احنا بنهده هنرجع نبنيه تاني ان شاء الله مع خالتي بالحب والموده وبالكلمه الطيبه وبلايكاتكم الجميله وبكومنتاتكم اللي بتكبر الخاطر. وبلا عندكم جميعا لما ربنا كده يفرحكم بولادكم وباحفادكم، ويا رب تفضلوا دايما يعني موجودين في حياتنا. وعايزاكم تشاهدوا بقى الفيديو وتحطوا لايكات وكلام كده يكبر الخاطر في فيديوهات فين عند زوزو حبيبه الجماهير زاهيه دوم. يلا حبايب قلبي.
خلصنا الشارع وخلصنا كنيسه السلالم. عملت ايه بقى؟ قلت اطلع ايه امسك الاوض بعد ما كانوا ولاد خالتي نايمين. قلت امسك اوضه يوسف وحسام كده اسلكها واروقها زي ما احنا بنعمل كالعاده. هي حتى طبعا كان اسمها الفرخه الاول عشان كانت حبيبتي تفكر زي ما بنعمل كالعاده. سبت السرير ظبطته وهمسك الملايات. انا ما غيرتش الملايات لان هي تقريبا خالتي مشغوله معاها ناس وغير كده كمان انا شايفه الملايات تقريبا نظيفه كده، فقلت ما مش هغيرها لان هي كانت هتتغير كده. قلت هغير الفرش. مسكت الفرشه بتاعتي انا فضيتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي وهمسك بقى ايه سرير الواد يوسف خليه له قلاطه كده زي ما انتوا شايفين اهو. هشد السرير بقى شويه عشان اعرف انزل الملايه. انا بحب الملايه تبقى زي دي. اوضه مين؟ محمد عبد المجيد اهي برضو ايه. همسكها مع السرير بتاعه كده وهمسك الفرشه بتاعته استفها واروقها. ودي حاجه العريس اهي يا ولاد. طبعا هستفها بجنب عشان خاطر تبقى الاوضه واسعه، حد جه ولا حاجه او اطفال ما ياخدوش الحاجه يضيعوها او يلعبوا فيها. هتازي كل الحاجات ديت وهظبطها بقى زي ما انتوا بتقولوها بالنسبه لكم يعني في الدولاب وهرصها لغايه ما اعرفش مطبخ محمد يجي ويطلعوها فوق. يعني هظبطها لخلف كده واروقها لها واخليها فله وبعد كده هقول انا حطيت كذا 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 في الحته الفلانيه عشان تعرفوا مش هبقى هنا بقى على طول. لما المطبخ يجي ان شاء الله ويجي يطلعوا حاجه محمد تبقى خالتي عارفه مكانها. يلا حبايب قلبي همسك الاوضه دي اظبطها كده واروقها. ودي حاجه العريس ربنا يتم عليه بخير يا رب ويفرحك ويسعدك يا موش يا رب ويفرح حبايبكم وعقبال عندي لاولادي يا اولاد وانا كده في كامل الصحه والعافيه افرح باولادي واعمل لهم الحلو كله وانتوا كمان تعملوا لكم الحلو كله حبايبي. يلا حبايبي هفرش السرير واوريكم بقى شكل الاوض بتاعتنا وهتروحوا لا كده ولا كده ولا تقلبوا المحطه. حلو بس زي ما قلت لكم ما غيرتش الفرشه. زي ما قلت لكم انا ما غيرتش الفرش. تعالوا برضو نوريكم اوضه محمد عبد المجيد برضك اهي. شوفوا ده اوضه محمد عبد المجيد اهيت برضو نفضتها وستفتها وخليتها فله. بس الحاجات بتاعته دي هتتعلق على الشماعه في الدولاب يعني ما ينفعش احطها هنا تتكسر مني فهيعلقوها على الشماعه. دي كانت الروتين بتاع الاوض بتاع خالتي وروتين السلم. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم ويعجب خالتي زاهيه ويبقى غيرنا لها من نشاط البيت والسلم ورشينا ميه كده رش الشارع كاكولا عشان عروسه الغالي جايه عندنا يا مش هنقول ما نقول لان العروسه جايه دارنا. عروسه الغالي جايه دارنا. يلا حبايب قلبي دي كان فيديو روتين النهارده. حطوا رش الشارع ميه عروسه الغالي جايه. عروسه الغالي جايه فعلا ما هو غالي. حطوا لايك وشير ولايكات كتير وكومنتات كتير ويلا اقول لكم تصبحوا على فيديو جديد والسلام عليكم.